السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي ديال الفقاص حلو بعجينه وحده. يمكننا نخرجوا بزاف ديال الاشكال. انا اخترت اليوم نعملوا عيد 3 ديال الاشكال، وغنبقاو مع المقادير انا اوفيغ ميزور، وانا كنقول لكم المقادير وغتلقاوهم حتى في صندوق الوصف. غنبداو 4 ديال البيض، 2 كيسان ديال السكر، 2 كيسان ديال الزيت، الكاس ديال العنبه، ومن بعد كنعملوا نص كاس ديال المزهر كنخلطو مزيان غير بهاد الطراب اليدوي حتى كيتجانسوا لي ديك العناصر كاملين، ومن بعد غنزيد 2 خمارات من فئه 7 غرام. واللي بغات تزيد الفاني تقدر تزيد الفاني، انا ما زدتش الفاني، اكتفيت غير بالنسمه ديال المزهر. ومن بعد غنبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه. انا غنبداو الكاس الاول الكاس الثاني وحنا ماشيين حتى كنزيدو الطحين كامل. انا اعتمدت نعمل بالكيسان وبشويه بشويه باش نشوف معكم شحال كيخرج، حيت انا ملي كنكون ما كنصورش كيكون الطحين كنعملو غير عيني ميزاني. ولكن هنا خدالي بين 9، مني وصلت ل9 ديال الكيسان داك العاشر بقيت كنزيدو شويه بشويه، ولكن هما خداو لي 10 ديال الكيسان. ولكن من الاحسن منين نوصلوا ل9 ديال الكيسان نبقاو نزيدو هذاك العاشر، نزيدوه شويه بشويه، حيت ما خصهاش تجي العجينه قاصحه باش ما تطقطقش، وما خصهاش تجي جاريه عاود كيجي هاد الفقاص ما كيطلعش، كيجي هواد في الجناب. هذاك علاش ما كيعطيش ديك الخماره، ما كتعطيش الجهد للفوق، كتعطيه في الجناب. هنا باقا كندخل الطحين معكم شويه بشويه. هنا شفتوا بدا كيتقال، العجينه بدات كتقال عادي، وكندخل هذاك الطحين. انا وقيله وصلت للكاس السادس ولا السابع هنايا. ومن بعد انا هنايا وصلت، هانتوما انا نوريكم الطريقه. كنعملوا له بحال هكذا ما خصهاش يتسيح. هانت شوف العجينه ما هي جاريه ما هي قاصحه، كنقسموها على 3 ديال، حيت غنعملوا 3 ديال الشكل الاول غنزيدوا نص كاس ديال الزنجلان ومعلقه ديال النافع وحبه حلاوه. الا شفتوني انا خديتها ديريكت مولينكس، حيت كيعجبني ديك النكهه ديال النافع وحبه حلاوه. ما كنطحناش كامله ونعملها في القرعه، كل مره كنطحن شويه باش كتبقى ديك النكهه ديالها النكهه مجهده. هنا انا غندخلو هذا الفقاص الاول، داك الفقاص البلدي العادي اللي كان شحال هادي عند الامهات ديالنا والاجداد ديالنا. ومن بعد غنقسموه على 4 ديال الحريبلات، وغنعملو الحريبلات رقيقين. هانتوما عاد تشوفوا بحال هكذا رقيقين وصافي. هذا هو الشكل الاول. انا غادي نزيد نحربلهم نكملهم كاملين بالتحربيل، وكل مره كنذكركم السمك يكون رقيق بزاف. الشكل الثاني غنقسمو على 4 بحال هكذا، غنقسمو على 4 نطلقهم غير بيدي بحال هكذا، نبسطو بيدي، غندهنو بالصفار بالبيضه من داخل، وغادي نستف الكركاع. اللي عندها القشور ديال الليمون معسلين تزيد القشور ديال الليمون معسلين، كيجيبوهم رائعين، كيجيبوه رائع. انا في الحقيقه ما كانش عندي انا القشور ديال الليمون، كنصايبهم راسي. شي نهار نصايب لكم لا فيديو كيفاش كنعسل القشور ديال الليمون وكنحتفظ بهم. شي نهار نعمل لكم هاد لا فيديو، راه رائع وكيجيو كيعطيو واحد النسمه زوينه بزاف. وهنا انا استفت داك الكركاع كامل وعنسد عليه مزيان باش ما يعاودش يتحلي في الطياب، وغنزيد نحربلو بحال هكذا. غنزيد نحربلو وكنذكركم بالسمك. انا هنا الثانيه باقا كنزيد نصاوبها نفس الطريقه ديال الاولى. كنسدوهم مزيان وكنحاولوا باش يكون مسدود. كنشدوا واحد اللاطه كندهنوها مزيان بالزيت، وكنستفوا هذوك الحرابل اللي صغيورين وكندهنهم كندهنهم بالبيض. وحدين غادي نعمل لهم الزنجله الابيض، وحدين غنعمل لهم الزنجله الابيض، والثانيين غندهنهم بالبيض وكنزيد معها الشكلاط غبره،
نزوقهم بالفرشاة وصافي. العادي داك الفقاص العادي اللي عندنا دائما. هنا باقي انا كنصايبهم. مشيت معكم شويه بشويه بالمراحل. ما كرهتش في التعاليق تقولوا لي بحال دابا واش كتفضلوا الدروس ديال الخياطه ولا الدروس ديال واش الدروس ديال الخياطه ولا الدروس ديال الحلوى. اقتراحات ديال الحلوى ماشي الدروس، اقتراحات ديال الحلوى. وبالنسبه للفيديوهات اللي جايين غادي نبدا معكم الدروس ديال الفصاله من الاول، حيت طلبوهمني بزاف ديال ديك المتدربات اللي عندي والنساء اللي كيعرفوني كنفصل وداكشي. وقررت باش نعمل لكم الدروس ديال الفصاله. قولوا لي في التعاليق شنو الاقتراحات ديالكم. حنا غنبداو بداكشي. هنا باقي كنزوق هذا ونسيت راسي كنهضر على الخياطه. في التعاليق قولوا لي شنو الدروس اللي بغيتو. انا غنبدا معكم من الدرس الاول اللي كنعمل في القسم، من الدرس الاولى، وانتم شوفوا الاقتراحات اللي بغيتو. و... والله يجيب الله يجيبنا في الصواب بحال اللي كنقولوا. هنا الشكل الثالث انا قسمته على 3 حيت جاتني العجينه صغيره. ومن بعد هذا الكونفيتور ديال الفريز زدت معاه معلقه ديال الشكلاط وغندهنو به باش تجيني ديك الزويوقات كحيحين هكا دائريين. هذا الشكلاط هذا الفقاس هذا كنا كنصايبوه صغار، كنا كنصايبوه الفقاس هذا كيجي كيتسمى الفقاس ديال الكونفيتير رولي، كيجي مزيون بزاف. وصدقوني هاد لاغوسيت جات رائعه وجات زوينه وعجبني انا. هذا الفقاس جا صغيور، جا عاطي في المنظر. هو داك الكبير هماوي ولكن هذا الصغيور جا مزيون بزاف. هنا كنغولي وكنزير داك كنزير هاد الفقاس هذا ومشى به كنغولي به شويه بشويه. ومني غنسالي غادي ندهنو حتى هو بالبيض ونعملو اللوز ايفيلي. وغنكونوا هذا هو الشكل الثالث. بالنسبه للفران انا دخلته الفران على 180 درجه. هنا كنذكركم بان السمك يكون رقيق. بالنسبه للفران هنا دهنته بالبيض وغنعمل له لوز افيلي. بالنسبه للفران انا شعلته الفران 180 درجه. انا الفقاس دائما كندخلو الفران هو بارد، وكي كنشعل الفران كندخلو كنخليه يطيب على راحته. كيطيب من التحت حتى شفتو طاب، ماشي تحمر يطاب. وشعلت له الفوق شويه تحمر. ومن بعد مني سالينا هنايا دهناه بالبيض كامل. قبضت كنتقبو باش ما يطرطقش. وخا هكاك طرطق ولكن ما تخافوش منه، خا طرطق ما تهرشي. هنا نتوما كتشوفوا غير بياض. من بعد مني طاب لي كامل جمعته في واحد الصينيه وعملت له منيدلات نقيين وكنغطيه بالمنديل وعاد كنزيدو فوق منه بلاستيكه باش كيعرق. ومني كيبرد هنا ما خداش الوقت بزاف باش برد حيت هما رقاقين دغيا بردوا. كنقطعو بحال اللي كتشوفوا هنا، ما كيتهرس، ما كاين كسور، ما كاين حتى حاجه. الا طبقتوا الطريقه غينجح معكم بحال اللي كينجح معايا انايا. هنا انا قطعت الشكل الاول ديال الكركاع، وهذا الشكل الثاني ديال ديك الدوائر. شفتوا كيجيب الشكلاط، كيجيب ديك الزويقات ديال الشكلاط وما كاينش تهراس. هذاك الشيء اللي شفتوا ديك الفتايات اللي كاينين في هذا هنايا، هذاك غير اللوز ايفيلي اللي طاح من الفوق. والشكل الثالث ديال هذا الفقاس البلدي. وبالنسبه كنستفهم في الصينيه وكنعملوهم يتحمروا بالفوق والتحت. ما نعملوش العافيه مجهده، من الاحسن تكون العافيه مهيله وما نحيدوش من حدا الصواني. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، وإلا عجبتكم تقسموها مع الاحباب والاصدقاء ودعموني باللايك والبارطاج. ونتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. وشكرا لكم كاملين.